ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على عمل هو اللي مقدره عليا وكاتبه عليا؟ السؤال ده اكيد جه في دماغك او هيجي في دماغك في يوم من الايام. الاجابه عنه بسيطه جدا، هي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الاشياء باسبابها. يعني ربنا مقدر ان الحاجه هتحصل عشان السبب الفلاني. تمام كده؟ يعني هديك مثال بسيط. ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ان هيرزقك الشهر ده 10000 جنيه مثلا. ربنا يرزقنا واياك. هل وانت قاعد مكانك على السرير كده في البيت هتجيلك ال 10000 جنيه دي من السماء؟ لا. ربنا قدر انك هتشتغل شغل معين وهتسعى سعي معين، فبناء على السعي ده هترزق ال 10000 جنيه، صح؟ عمرك كده في يوم من الايام قلت انا رزقي مكتوب، تمام، فمش شغال، فان شاء الله اللي ربنا كاتبه لي هيجي؟ ده سفه يعني. دي حاجة اي حد عاقل يقول لك ان ده غلط. تمام، لان ربنا ما قدرلكش الرزق بدون سعي، ربنا قدر لك الرزق بالسعي. نفس الكلام كل الاعمال ربنا سبحانه وتعالى قدرها باسبابها. يعني ربنا كاتب انك من اهل الجنة لانك هتعمل بعمل اهل الجنة، او كاتب انك من اهل النار، نعوذ بالله من النار، لانك هتعمل بعمل اهل النار. يعني ربنا بيقدر الاشياء باسبابها، فانت خذ بالاسباب عشان تدخل الجنة، خذ بالاسباب عشان تعمل الطاعات، خذ بالاسباب عشان تكون من اهل النجاة في الآخرة. فخد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الأشياء بأسبابها. ربنا ما أجبركش على العمل، أنت دلوقتي ليك اختيار. باختيارك ممكن تقوم تصلي، وباختيارك ممكن تتجاهل الأذان وما تقومش تصلي. وفي الحالتين ربنا سبحانه وتعالى مقدر ان ده هيحصل، بس انت عملت ده باختيارك انت، واختيارك ده هو اللي هتتحاسب عليه. هتتحاسب على العمل بعد ما عملته. ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك على علمه السابق، لكن هيحاسبك على علمه بعد ما عملت العمل ده. تمام؟ يبقى انت خد بالك، انت بتعمل العمل بسببه. تمام كده؟ انت ليك اختيار، وربنا سبحانه وتعالى برضه هو اللي بيوفقك للاختيار ده. خد بالك من دي برضه، وما تشاءون الا ان يشاء الله. يبقى انت ليك مشيئة، والرب سبحانه وتعالى له مشيئة، ومشيئة الله فوق مشيئتك. فانت لو عايز تعمل اعمال صالحة وعايز تدخل الجنة، خذ بالاسباب. ومن اهم الاسباب دي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لان هو اللي هيوفقك لعمل العمل الصالح ده. بدون توفيقه سبحانه وتعالى مش هتعرف تعمل العمل الصالح، مش هتعرف تأخذ بالاسباب، مش هتعرف تكون من اهل الجنة. لو ربنا سبحانه وتعالى يسرك، استعنت بيه ويسر لك انك تكون من اهل الجنة، ان شاء الله هتكون من اهل الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل الجنة ومن اهل الصالحات.